السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل الفول المدمس. الفول بقى في البيت هنعمله بأقل التكاليف، وهيفضل معاكي الشهر كله بتاكلي فول بقى في البيت وعاملاه بإيديكي. هيكون معاكي تحفة كهرمان يا جماعة، والله العظيم. لونه أصفر وجميل ودايب دوب كده. القشرة بتاعته مش ناشفة، مستوية، والفول فيه صوص كده طعمه حلو قوي. طبعا هو هيكون فول بلدي، مش فول مستورد زي اللي احنا بنروح نشتريه من بره. هو بيكون فول مستورد اللي احنا بنشتريه. الفول يعني مستوي بالشعرة وبالتكاية. هقول لكم على كل التفاصيل عشان يطلع معاكم فول جميل جدا طعمه حلو. كمان يعني في صوص كده. والفولة كمان ما شاء الله الله اكبر مليانة كده ومستوية، يعني ما شاء الله. عايزه اقول لكم يعني الفول ده بروتين الغلابه بصراحه، وكمان احنا ما بنقدرش نستغنى عنه في السحور، وكمان في فطار الايام العاديه او في العشاء. ما شاء الله، يعني الفول ده حاجه لا غنى عنه، معروف لكل المصريين. يعني فول يعني الشعب المصري بصراحه. يعني ما شاء الله الفول بتاعنا جميل جدا. بس ما تنسوش بقى تشوفوا القناه بتاعتي، تعملوا اشتراك للقناة لو انتم مش مشتركين عندي في القناة، وفعلوا تنبيهات الجرس للكل عشان يوصل لكم اشعار باي حاجة بنزلها جديد. واعملوا بقى لايكات بقى، فجروا بقى اللايكات كلها في كل الفيديوهات طبعا. واعملوا بقى اي تعليق اللي انتوا حابين تكتبوه عن الفيديو بتاعنا قبل ما ما نبتدي بقى الوصفة بتاعتنا. عايزة اقول لكم شايفين الفول كده وانا بغرفه في الطبق، ما شاء الله عايز يتاكل وحديه من غير حتى طحينة ومن غير اي حاجة، ولا زيت ولا كمون ولا اي حاجة. شايفين نازل كده انسيابي كده، والفولة كده ما شاء الله دايبة دايبة. عايزة اقول لكم ما شاء الله كهرمان، فول كهرمان، فول فعلا تحفة. اقسم بالله فعلا اللي هيعمل الوصفة بالطريقة دي هيبقى بجد يعني استاذ وبطل في الفول. يلا بقى نشوف الطريقة مع بعض هنعمل فيها ايه. اول حاجة كنت جايبة نص كيلو من الفول البلدي. لازم يا جماعة يكون فول بلدي. الفولة ما شاء الله بتبقى كبيرة ومليانة وطعمها طعمها حلو. خمريه في المية لحد ما تبتدي الفولة معاكي تتملي كده. ودوت فول مدشوش زي الفول العادي، بس بيبقى مكسر ومتشال منه القشرة بتاعته. وده عدس، ممكن تجيبي 8 كيلو عدس و8 كيلو من الفول المدشوش. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيه ايه. انا عندي الدماسة بتاعتي اللي انا دايما بعمل فيها الفول، وهقول لكم ليه بنعمل في الدماسة. بنعمل في الدماسة عشان الفول من الحاجات اللي مش بنبقى حابين يدخلوا هوا جوه الفول. تمام؟ ليه؟ عشان الفول من الحاجات اللي لو دخله هوا الوش بتاع الفول بيغمق من جوه بقى، يفضل اصفر زي ما هو. فطبعا الفول دايما اي حد معروف ان بيعمل في دماسة. لو مش عندك دماسة اعملي في حل عادي. تقدري تعملي الكمية اللي انت حباها. عايزة تعملي نص كيلو اعملي، عايزة تعملي كيلو وتفرزيه بقى وتحطي في اكياس وتحطي في الفريزر. تطلعي منه مثلا من قبليها بدري شوية، تسيبيه يفك براحته، وتعمليه كل يوم بقى. يبقى عندك فولك في البيت جاهز لشهر رمضان، او حتى في الايام العادية للفطار للعشاء لاي حاجة لاي وقت والله. يعني اقدري بقى اعملي بقى فول بالطماطم، فول بالطماطم والبصل، فول بالبصل فول بالثوم والطماطم. يعني نوعي، فول بالبسطرمة، فول بالبيض، اي حاجة. اعملي اللي انت حباه، واعملي بطحينه، اعملي كل اللي انت عايزاه. ضفت الفول كده في الدماسه بتاعتي، وهنضيف الفول المدشوش اللي هو طبعا برضو متخمر في ميه. كل الحاجات دي انا مخمراه ما عدا العدس مغسول بس. تمام؟ الكميه اللي انا عاملاها في الدماسه بتاعتي عشان هي مش هتاخد اكتر من كده. نص كيلو من الفول عليه 8 كيلو من الفول المدشوش، عليه 8 كيلو من العدس الاصفر. تمام؟ زي ما انتوا شايفين الكمية اللي انتوا حابين تعملوها عندكم. اعملوا زي ما انتم عايزين، بس والله الكمية دي هتقضيكوا وقت
كبير، كل ما انت ما عايزة طلعي منه واشتغلي، اعملي وفرزي على قد ما انت حابة. طبعا تقدري تحطيها كده في التلاجة برضو مش هيجرى لها حاجة، تقدري تشيليها زي ما هي كده بالدماسة بتاعتها في التلاجة، طلعي منها على قد الكمية، يعني كبشتين كده زي ما انت محبة، كلي منهم واتبسطي وافرحي وفرحي ولادك وفرحي بيتك، حاجتك في بيتك، وكل اللي انت عايزاه اعمليه في بيتك، وما تجيبيش حاجات من بره، غاسله الحاجه بايديكي ومنضفه الحاجه بايديكي. الحاجه بقى المهمه جدا اللي بنضيفها في الفول معانا الكركم، بيدي بقى اللون الاصفر الجميل اللي احنا حابينه، اللي هو لون الكهرمان بقى بتاع الفول. الفوله كده تبقى لونها اصفر، مليانه كبيره، طعمه ومستويه زي الزبده. هو ده اللي احنا نحب نحطه. لو انتي ضفتي القرنقوطي او بيقولوا عليها بابريكا، هيديكي اللون الاحمر. تمام، بس احنا حابين الفول بيبقى لونه اصفر كده جميل، ومع العدس برضو بيكمل اللون الاصفر بتاعه. نضيف بقى مية مغلية. تمام، مية مغلية ونضيفه على البوتاجاز. تعالوا بقى نشوف، هنضيف على البوتاجاز. وكمان اهم حاجة ان احنا نقلب كده قلبتين كده بسيط. شايفين بقى ما شاء الله الفولة اصلا اصفرت من قبل ما نحطها على البوتاجاز. لازم نغطي عليه المية من كل شوية بعد ما نضيفه على البوتاجاز من وقت للتاني. طبعا الغطا تكوني عوجاه كده، لان الفول من الحاجات اللي بتنزل كده وبتفور. طبعا هي بمجرد ما تبتدي تغلي معايا كده غلوة، اول غلوة كده ههدي النار خالص على شمعة يا جماعة، على شمعة. كل ما نبتدي نبص عليه نلاقي المية قلت منه، نزود مية مغلية، ما نحطش مية باردة. تمام، هنعمل كده، هنغطي كده لان الفول بيفور. وطبعا انا عندي الدماسة انا كنت ملياها بصراحة. تمام، لان هي المقدار بتاعي هو ده اللي بياخد المقدار ده اللي هو نص كيلو زي ما انا قلت لكم. تمام، شايفين بقى الفول بعد ما كان استوى من وقت للتاني كنت ببص عليه زي ما انا قلت لكم، تبصي عليه من وقت للتاني عشان لا يكون يشيط يلسع منك من تحت، وتغطي عليه مية مغلية. كل ما ينقص منك تحطي مية مغلية. هو بياخد وقت بصراحة، يعني اهم حاجة تخمريه في الاول بمية، وكمان بعد ما تخمريه بمية تبتدي بقى تحطي عليه مية مغلية، وتضيفي الاضافات اللي احنا ضفناها معاكم. انا السنة اللي فاتت كنت عاملة معاكم الفول وشاركتكم بالفول. المرة دي ضفت اضافة زيادة، وبرضو لو عايزين ترجعوا تشوفوا الفيديو بتاع الاولاني بتاع السنة اللي فاتت، انزلوا بقى تحت بالفيديوهات بتاعتي اللي انا بنزلها لكم. هتلاقوا برضو منزلة الفول بطريقة تانية. وبرضو والله قسما بالله الفول برضو بتاع السنة اللي فاتت كان فول تحفة، اقسم بالله كان فول تحفة. طالما فول بلدي يبقى يستاهل بصراحة منا كل التحية والتقدير، لان هو بصراحة يستاهل يعني نرفع له كده القبعة. الفول ايه رأيكم فيه؟ ما شاء الله تحفة جدا، في صوص كده حلو، الفولة مستوية ودايبة، لونها كهرمان. تعملي بقى كل اللي انت عايزاه. بألف هنا يا حبايبي، مع السلامة.